خلينا نتفق ان الزمالك بعد ما كان موقوف من القيد وقدر مجلس اداره الحالي للزمالك يفك القيد فيدفع الفلوس الكتير قوي دي ويجيب 10 صفقات كاملين. انا بشوف ان ده ابجريد اصلا في كواليتي فرقه الزمالك. الزمالك بقى شويه عنده دكه تقدر تساعده بعد كده، ولكن الافه الكبرى عند الزمالك، الافه الكبرى اللي خلاص بقت واضحه للكل، هي المهاجمين. الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في المهاجمين. الزمالك لو كان عنده مهاجم قوي وشرس كان يقدر يسجل في ماتش الاهلي جون ولا اتنين من الفرص الكتيره اللي جات له. فرصه ناصر منسي قطع كويس جدا قدام عبد المنعم، لكن لعب الكوره بدماغه فوق جدا كانه بيلعبها لوب. والفرصه الغريبه بتاعت سيف الجزيري اللي جات له ومصطفى شوبير وجنبه رامي ربيعه واقع ومش اوفسايد، وبدل ما يحط الكوره بدماغه اتصرف فيها تصرف غريب جدا وهو مش حاسس هو فين. عارف يقول لك هو مش حاسس بالمكان، هو فعلا ما كانش حاسس هو فين. هو ما كانش حاسس انا بتحرك منين، فقطع الكوره، زق الكوره زقه كده بدماغه، هو مش فاهم هو رايح فين. تصرف غريب جدا. فاعتقد ان جوزيه جوميز هيبقى عنده معضله مرعبه ان هو مين مهاجم الزمالك اللي يلعب الفتره الجايه، مين اللعيب اللي يعتمد عليه، هو سامسون ولا ناصر ولا سيف الجزيري. رغم الثلاثه دول انا بالنسبه لي افضلهم على فكره سيف الجزيري من الثلاثه يعني، لكن الزمالك محتاج مهاجم. الزمالك لما يرجع له زياد كمال، لما يرجع له احمد حمدي، لما يرجع له محمد شحاته ويبداوا ياخدوا شويه في نص الملعب، هيدوا بوش لزقه لقدام لعبد الله السعيد، زقه لقدام لناصر ماهر، يبقى ليهم ادوار هجوميه اكتر، فالزمالك هيصنع فرص اكتر. فبالتالي مطالب انه يلاقي مهاجم يترجم له الكلام ده. طبعا الزمالك عمل 10 صفقات، كان الافضل بالتاكيد ان الناس اللي شغاله على ملف الصفقات في الزمالك تروح لمهاجم، حتى لو مهاجم محلي، لان كان في مهاجمين محليين. يعني انا بشوف ان مروان حمدي واحد من المهاجمين الاقوياء، مروان مهاجم قوي جدا في انماط كتيره من اللعب. بشوف ان اوفا مهاجم قوي بالتاكيد. يعني في لعيبه بتسجل. الزمالك بقى محتاج مهاجم اجنبي سفاح، ده اللي احنا متفقين عليه كلنا اعتقد. لكن القوه التهديفيه للزمالك هتتاثر وهتفضل متاثره طول ما سيف الجزيري بعيد عن مستواه، طول ما ناصر منسي بعيد عن مستواه. فبالتاكيد اداره الزمالك عندها اولويه في لعيب في نص الملعب، عندها اولويه في باك ليفت، عندها اولويه في مساك، عندها اولويه مهمه جدا 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 في المهاجمين بتاعتها، لان دي هتاثر على شغل جوزيه جوميز وعلى معدل خلق الفرص اللي الراجل بيخلقه في كل ماتش.